السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء المتابعين في كل مكان. معاكم الشهرياري أحمد صلاح، والنهاردة احنا في بطولة الاي سي سي، بطولة الأبطال المصريين يا جماعة. بطولة رائعة جميلة وتنظيم أكتر من رائع. النهاردة معانا مباراة رائعة بين بطلين صغيرين في ال 11 سنة في دور الثمانية. اللي هيكسب هيقابل البطلة ميس أحمد حسوبة في دور الأربعة. النهارده معانا ابراهيم مكي شباب فوة اللي بيلعب هناك، اللي لابس شورت اسمر على اصفر، وبين البطل احمد لاشين من عيلة لاشين يا جماعة. وما ادراك ما عائلة لاشين، اللي ماشي على شعار اجيال ورا اجيال، بنعيش على بنجنا، واللي نكسبه اليوم اكيد هنكسبه هنا. جايز كرة البنج تطير تروح مننا، لكن السايد سبين اكيد هيرجع لنا. ودلوقتي يا جماعة انا هعلق لكم على بعض النقاط الفنية. دلوقتي ابراهيم بيضرب كور من فوق الطاولة، حتى المخرج اهو جميل بيقعد لنا البونت، عشان احنا كنا بنقول الشعر في جمال عائلة لاشين، اجدع ناس في تنس الطاولة المصرية. دلوقتي ابراهيم بيضرب سماش فور هاند من فوق الطاوله، واحمد لاشين ما شاء الله بيرجع الكوره كتير لحد ما ابراهيم بياخد البونت. الدور الثمانية يا جماعه، هنا اللي هيكسب هيقابل ميس احمد حسوبه على دخول دور على النهائي، يعني هيقابلها في دور الاربعه ويدخل على النهائي على طول. وطبعا كانت الشجره دي من الناحيه دي كانت قويه جدا جدا. دلوقتي ابراهيم مع الارسال بيلعب ارسال محفوظ، احمد لاشين بيزق، ابراهيم بيطلع طوب سبين بيحطه في الشبكه. الحماس مال المباراه يا جماعه اهي. طوب سبين احمد لاشين بيرجع الكوره اهو، بيلوم نفسه. طبعا بطل كبير جدا، وهم لسه صغيرين صحيح، وربنا يبارك فيهم كده ان شاء الله، ويكونوا ابطال في المستقبل القريب ان شاء الله. بيلعب ارسال مزقوق، الكره بيطلع طب كده على الهادي، بس هي كانت جايه تاتش فكان الطب صعب شويه. ابراهيم مع الارسال، لا لاشين هو اللي مع الارسال، بيلعب ارسال ملفوف، ابراهيم بيغلط فيه بينزل مضربه بيخسر، لاشين بيكسب الجيم الاولاني. دلوقتي ابراهيم بيلعب الارسال، بديله الاماكن طبعا. بيكملوا البونت، ابراهيم بيكسب البونت. كرة طويلة مزقوقة، زقة بزقة، اضرب يا ابني اضرب. الدورانات والسبين هي اساس لعبة تنس الطاولة يا جماعة. لاشين بيلعب ارسال، وابراهيم بيجي نت بيعيدوا الارسال تاني. لاشين بيلعب ارسال جميل خادع ماكر، لكن ابراهيم خد باله ولطش من فوق الطاولة. ارسال مزقوق، زقة بيقع في الشبكة. كانت بطولة ماراثونية، الأبطال دول كانوا بيلعبوا 11 و 13 سنة، والماتش ده كانوا بعد ما لعبوا دور المجموعات في ال 13 سنة كمان. ميزة البطولة هنا إن إحنا بنقدم لأبطالنا الصغيرين والابطال حتى اللي هم المحترفين كمان اللي بيشاركوا في البطوله مباريات كتيره جدا، بحيث ان هم يستفيدوا على قدر المستطاع. اللي بادئ بنج بمستوى بيعلى بطولات زي كده، واللي مش بادئ بنج ولعيب من زمان برضو بيبقى الاحتكاك مفيد جدا بالنسبه له. دايما بيبقى على اتم الاستعداد لاي بطوله تيجي. هنا كمان اهوت. خلينا بقى في الماتش بتاعنا بقى يا جماعه، نركز شويه في الماتش بتاعنا. ابراهيم بيلعب كوره ارسال ضربات باك هاند فور هاند، الكوره بتعلى بيشوط، لاشين بيضرب بتيجي تاتش. عاش يا بطل. تاتش هنا تاتش هنا عادي يعني، هو البنج كده يا جماعه. ارسال طويل مزقوق، الكوره بتعلى لابراهيم بيضرب طب على الهادي، لاشين بينزل وما بيطلعش بالكوره، فالكوره بتيجي شبكه. اطلع يا نجم اضرب يا نجم. عاش يا ابطال عاش. الكرة دلوقتي مع لاشين بيلعب الارسال، ابراهيم دخل فيه غلط عيله، بس لاشين متوقعش ان ابراهيم يغلط فيه بالطريقه دي ووقعه في الشبكه. ابراهيم بيلعب ارسال مزقوق، الكرة زقه في زقه في زقه، حد يضرب توب سبان كمل، الكرة بتطلع بره. ابراهيم بيلوم نفسه وبيشرح لنفسه الضربه. طبعا عادي، مش عيب ان اللاعب يكلم نفسه ويشوف هو حط ايده غلط ازاي في الكوره، ويبتدي يعدل وضعيه الضربات. طبعا انا جايب اجمل نقاط المباراه. ارسال الكرة بتعلى، ابراهيم بيشوط بالباك هاند بتيجي شبكه وتطلع بره. ارسال سريع اسبان، الكرة بيطلع بره. حاجه جميله جدا وابطال رائعين، مباراه رائعه. بس ما خدش مساحه، ما استناش التايم بتاع الكرة طلعت بره. احمد لاشين لاعب نادي انبي، ابراهيم مكي لاعب شباب فوة. توب سبين لاشين بيطلع ويعدي الكرة، ابراهيم بيشوط من فوق بياخد البوم. ارسال كمان سريع، الكرة بتطلع زقة
جميلة جدا. ابراهيم بياخد البونت، ارسال طويل سبين بسبين، الكرة بتيجي شبكة، ابراهيم بيكسب الجيم ده. كده النتيجة 1-1. ودلوقتي يعني الابطال متحمسين جدا، عايزين يكملوا في البطولة. طبعا هنا دي كانت الادوار الاقصائية خلاص، يعني اللي خسر بيودع البطولة وبيكسب نقاط تصنيف. حلو قوي لاشين، حلو في جسم اللاعب، ما بيلحقش يتجراه وما بيرجعهاش، بيرجع ورا كتير. يعني هو ده يعني ساعات الكرة بتضيع لان هو ما بيرجع ورا ما بياخدهاش في التايم المظبوط بتاعه. ارسال مزقوق طويل، ابراهيم بيزق عايز يلف، مش ماشيه معاه. كل دي زقات يا جماعه، بيطلع توب سبين بيضيع الكوره. لازم اما تلف تبقى واثق من نفسك، دورانك وحركه رجلك تخليك ان انت تودي الكوره مظبوط. البطولة مفيدة جدا وحلوة جدا للشباب. المجموعة مجموعة كبيرة وبيصعد منها عدد كبير، وبعد كده بيكملوا البطولة من الأدوار الإقصائية. حتى اللي يعني اللي مستواه مش عالي وبيخسر بسرعة، مرة في مرة مستواه هيزيد ويعلى بسبب الاحتكاكات دي. حلوة قوي، دخل على الطاولة اسبان جميل قوي، الكرة بيعلى شوطة كمان، بيضرب سماش فور هاند، بيستناها ابراهيم كويس. حلو قوي، بياخد البونت. جميل جدا يا ابراهيم. دلوقتي ارسال لاشين، بيغلط ابراهيم بيطلعه بره. اهم حاجه في اللعبه دي الانسيابيه والمرونه والتركيز والدوران، وتبقى شايف الكوره كويس. حاجات ياما قوي موجوده في عناصر لعبه تنس الطاوله عشان تطورها. كوره مزقوقه بتيجي في الشبكه، حلو جدا. ارسال مزقوق، الكوره بيديها له على الفور هاند. في اخر الفور هاند ابراهيم ما كانش متحرك. كده لاشين 2-1. الكرة زقة بزقة، ارسال شوطة بتطلع بره. لازم يا نجم تعدل جسمك وتستعد للضربة اللي بعدها، ما تلزقش للطاولة. لاشين حلو، بيرجع ورا وبيرجع كتير قوي. حلو ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. بس برضو رجوعك بره الطاولة سلاح ذو حدين. انت لازم طبعا ان انت ترجع بحذر وتدخل تاني على الكوره لما تحتاج منك ان انت تدخل عشان تضربها في التايم المظبوط. ابراهيم بيلعب ارسال مزقوق، بيجي شبكه بيلحقه من جوه، الكوره بتعدي في اخر الفور هاند. احمد لاشين ما شاء الله بيلعب ماتش تكتيكي عالي جدا، في مهارات فنيه وخطط ما شاء الله، حاجه جميله جدا. ارسال مالك كان معدي، منور يا مالك اقعد. ارسال دلوقتي مع لاشين، طبعا من اشهر الناس في عيلة لاشين، البطل كابتن سيد لاشين، على قدر عالي من المهارات والاخلاق، اسد العرب يا جماعه ما شاء الله. دايما عيلة لاشين بيتخرج لنا كل مدى كده ابطال وناس عاليه جدا في تنس الطاوله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. ارسال مزقوق، بيجي شبكه بياخد البونت. ارسال كمان، زقه بزقه بيطلع طوب ابراهيم. لاشين بيرجع الكوره، ما بيخشش على الطاوله. ابراهيم بياخد البونت. عاش يا بطل، عاش، حاجه جميله جدا. دلوقتي لاشين بيلعب الارسال، ابراهيم بيضرب بيطلعه بره الطاوله. البطلين يا جماعه عاملين اداء رائع في المباراه. ابراهيم جرى الكوره، خد الارسال اللي فات ده، غلط في لاشين، زقه بيطلع توب سبين. لاشين بيرجع الكوره. حلو قوي اللاتشه دي، جميله جدا. تاني اهو، تاني تقريبا البونتين شبه بعض، بس ابراهيم هنا بيحطها له على اخر الباك هاند، بياخد البونت. الحمد لله. ارسال لاشين، كوره طويله، ابراهيم بيكسب البونت. كرة مزقوقة، توب سبين بيرجع لاشين، تاك الرالي شغال، لطش بالباك هاند، ما توقعش ابراهيم رجعها، كسب البونت. المخرج عيد يا مخرج عيد، البونت ده جميل جدا، لطشه جامده بيرجعها. كرة بتعلى، ضربه بلطشه جميله جدا، سماش، ما بيتوقعش يلاقي ابراهيم ضربها له تاني، كسب البونت. بونت جميل جدا، حاجه رائعه. عاش شولي، عاش يا بطل، العب يا نجم. دلوقتي ارسال لاشين،
هوب، رالي جميل جدا في اخر الفور هاند بيشجع نفسه. عاش يا بطل. ارسال طويل. خلوا بالكم يا لعيبه، ارسالاتكم الطويله دي تبقى سهله تنضرب يعني مره في مره كده. لازم ارسالك يكون قصير في دوران كويس ورمي الشبكه. عاش يعني. ولا حاجه لسه بدري. استقبل. جميل جدا. ارسال مزقوق طالع اسبان اللاشين بيتحرك كويس، بيروح للكرة يقابل ويعلي الكرة لابراهيم. اسبان شوطة بلاتشا، الرالي شغال على الطاولة. اسبان بلاتشا بيسبن من لاشين جميل ما يتوقعهاش ابراهيم. عاش يا نجم وسجدة الشكر. المخرج بيعيدها لنا اهي. ده كان البونت الاخراني ولاشين فاز 3-1. هيقابل البطلة ميس احمد حسوبة. هيبقى مباراة رائعة برضو متسجلة معانا يا جماعة. انتظروها ان شاء الله هنا على احمد ITTF. عاش يا بطل. كان معاكم الشاعر الرياضي احمد صلاح ومساكم بينج بونج.